أغرب 7 معجزات بتحصل في جسمك وأنت بتصلي، هتخليك تعرف الصلاة بتعمل إيه في جسمك. رقم 7. أول ما تبدأ في الخشوع، النشاط في مركز التفكير والقرارات للمخ بيهدى جدا، والجزء ده هو المسؤول عن التفكير الزيادة والقلق. الصلاة بتعمل له ريستارت وبتخفف الضغط العصبي اللي بيسبب الصداع النصفي. سبحان الله. رقم 6. في وضع السجود الجاذبية بتخدمك، الدم بيتدفق بقوة لأماكن في الدماغ صعب يوصل لها وانت واقف، وده اللي بدوره بيقوي الذاكرة وبيحمي خلايا المخ من الضمور المبكر، وكمان بيزود التركيز. رقم 5. جسمنا بيجمع شحنات كهرومغناطيسية من الموبايلات والأجهزة اللي حوالينا. في السجود بقى لما ال7 أعضاء بيلمسوا الأرض، جسمك بيفرغ حرفيا كل الشحنات الزيادة دي في الأرض. سبحان الله. رقم 4. حركة الركوع وبعدها السجود بتعمل نوع من المساج للأمعاء والكبد والمعدة. الحركة دي بتساعد جدا في تحسين الهضم وبتقلل من مشاكل القولون والإمساك، لأنك بتضغط وتفك على عضلات البطن بشكل منتظم. سبحان الله. رقم 3. الصلاة هي تمرين طبيعي، الركوع والسجود بيخلوا الفقرات تتحرك بانسيابية، وده بيحمي من تآكل الغضاريف وآلام الظهر المزمنة. انت حرفيا بتعمل تزييت لمفاصلك 5 مرات في اليوم. سبحان الله. رقم 2. تركيز نظرك على موضع السجود وانت واقف وبعدين تغير المسافة وانت راكع وساجد، ده أقوى تمرين لعضلات العين، بيقوي النظر وبيحمي من إجهاد العين اللي بيسببه القعدات الطويلة قدام الشاشات. وقبل ما نعرف رقم 1 ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش حاجة. وأخيرا رقم 1. الانتظام في التنفس وقت الصلاة، خصوصا في السكون بين الحركات، بيساعد الرئة انها تتخلص من تراكم ثاني اكسيد الكربون في القاع، وبيحل محله اكسجين نقي، وده اللي بدوره بيرفع كفاءة الرئة وجهازك التنفسي كله. سبحان الله. يعني الصلاة مش بس عبادة، دي صيانة شاملة لكل خلية في جسمك. لو لسه ما صليتش، قوم ادي لجسمك فرصة يتنفس وشير الفيديو علشان الكل يستفيد بالمعلومات دي. وما تنسوناش من صالح دعواتكم في الأيام الكبيرة دي. وده كان الجزء الأول من سلسلة أغرب معجزات بتحصل في جسمك على مدار اليوم. أشوفكم الجزء اللي جاي، وفي النهاية صلوا على الحبيب.